بيقول لك لما تبص في المرايه بتشوف مين؟ بشوف واد زي القمر، والله العظيم، طيب وجميل وامين وروحه سالكه وما بيشيلش من حد، وعلى الله حكايته كده، واموره في الدنيا كلها سهل. والله بشوفني سهل جدا، بني ادم سهل. يعني مش عشان تفرحني مش هترهق، عشان تجبر بخاطري مش محتاج تعمل مجهود. بشوفني بني ادم، والله ده مؤخرا ما كنتش كده. الناس برضو اللي عندها مشاكل سايكولوجيكال بكره نفسي، ما عنديش فاهم، مش قابل نفسي يعني. كنا لسه بنتكلم عن مي شويه. بس مي عبد العزيز، مي عبد العزيز لو كانت كما قلت قبل كده، لو كانت مكان حواء ما كانتش بصت للتفاح. تلتين النفسية السوية في بنات الأرض أنا شفته في مي عبد العزيز. وإحنا شفنا بعض ناس لم نتجاوز ال4 مرات. ال4 مرات دول منهم مرتين بس اللي اتكلمنا فيهم. وأنا عملت فترة كنت عايز أعمل براند، أي حاجة، أي تجارة تطلع وقف خيري منها فيها، يعني أعمل مشروع يفضل ينجح وشان. فعملت مشروع براند اسمه هاج، وما شاء الله كان فيرجن ميجا ستور بينزل بقى ومش عارف ودوتس وبتاع وشغال حلو قوي، كانت مي البراند امباسادور بتاعه. انا بنائي للمسمى بتاع البراند وبنائي ليه حاله الوقف دي، اني حطيت فلوس في البروجكت وعايز هو يكسب ويشغل نفسه وارباحه تطلع كلها وقف للجمعيات اللي بطلعها، كان مبني على احد حاجاته، يعني على كاركتر مي. عندها قدره عظيمه هذه البنت على تقبل الاخر. اقعد معاها وانت فاهم اقصى الشرق من حته هتلاقيها عندها عزه نفس وكرامه، صاينه مبدأها بس بتطبطب على ان مبدأك ده موجود. تمام. عارف النقد بتاع ان هاجي احكي قدامك حاجه تسيء ليا ولصورتي عندك، وانت تقدر تتحكم في وشك حتى انك ما تعملش كده، تقول ايه ده مش عارف. هي عندها قدره، عندها ايموشنال انتليجنس البنت دي، ما شاء الله تبارك الله، انسانه عظيمه جدا. دايما في احسن لسه. مؤخرا عديت على مرحلتين، لخبطه قوي. فمين انت مش عاجباني، متضايقه يعني، مش متضايقه بس مش انت كده، اللي هو انا متضايقه منك ومش عارفه انت مين وشايفه ان انت في حاجات ما تستحقهاش. فعديت على مرحله عدم استحقاقيه كده ومخاوف كتير قوي 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 قوي. وبعديها حاسه ان انا دلوقتي ساتلت، حاسه انه في بنت جديده بتتشكل. مش عارفه ليه، بس انا حاسه ان ده من اول السنه دي. حتى بقول لاصحابي كده، بقول لهم انا حاسه ان في انتنشن كده انا حطيتها ورميتها، يعني حطيتها في اول السنه كده. بقيت اركز اكتر، ممكن من بعد ما اتحجبت، يعني مينلي من بعد ما اتحجبت. في الاول كنت غضبانه ومين دي معرفنيش ولا مش متقبله الهويه الجديده دي، مش متقبله البنت دي. مش فكره مش متقبله مين دي، انا معرفكيش. التغيير ده لان مختلف. تغيير مختلف قوي، وسمع معايا في حتت كانت كور قوي، انه سمع معايا في حتت كنت حاسه ان دي الحاجات اللي بتميزني. ومش بس يعني من بره، مش بس appearance. معرفش، هو الحجاب جه خبط في حاجات جوايا، ممكن اللي هو اكتشفت انها مش ما كنتش واقفه فيها على ارض صلبه قوي. فبعديها حاسه انه بالعكس مع الوقت خلاني في فيرجن انا اكتشفت ان انا حباها جدا. اللي هو ليه لا. يعني البنت الغضبانه كانت خايفه قوي انها تفقد هويتها وتفقد حاجات اللي بتميزها. بالعكس شافت انه عرفت ترجع تكتشف ان اللي بيميزها هي حاجات جواها هي، مش حاجات من بره. فقدرت انها تحط ايديها على الكور، على الكور بتاعت رنا. فما بقتش بتحاول تبينه بصوت عالي او بحركه كتير. حاسه ان انا بقيت الايند مع نفسي اكتر، بقى في هارموني اكتر، فاهدى في فيرجن حباها اكتر.
فحتى في ستايل لبس، في طريقة كلام. يعني اللي يرجع أصلا للفيديوز بتاعتي من قبل كده هيلاقي دايما في اكسبريشنز مختلفة. انرجي عالية قوي قوي قوي. دلوقتي كنت خايفة كنت حاسة ان انا كبرت بعد الحجاب، وان انا قاعدة كده وكأن في حاجة قيداني. بالعكس، في حدود. دلوقتي بقيت حاسة انه انا هي نفس البنت، بس ما بقيتش محتاجة اعمل ده بصوت عادي. هو اوريدي موجودة وانا مرتاحة معاها وقادرة اطلعها، مش محتاجة ان انا اطلعها بحركة كتير او كده عشان تبين. لا، هي موجودة. فبقيت اهدى، بقيت اركز، بقيت مرتاحة مع نفسي اكتر. اوكي، حلو جدا جدا. طب طلع مني والله كده. مش متخيل ان الكلام ده يطلع كده، بس لا حلو جدا والله. بتحكي بجيرني كمان، بقصة وبرحلة وحاجات حصلت قبل كده وفي مواقف عكست عليكي، حاجات غيرت في شخصيتك يعني كتير. حاسة ان هي جت كده فعلا، ما اعرفش. هو انا عديت سنة. لا بس عايش. بشوف احلى ضحكه. انا من الناس اللي بقوم الصبح من النوم الحمد لله رب العالمين، طبعا اول واحده بشوفها مها. اهلا. اضحك لنفسي ضحكه حلوه كده. ايه القمر ده؟ الله، ايه الجمال ده؟ الإيجابية. دي الصبح بالجمال ده. ما انا لو ما اديتهاش كلام حلو على فكره ما حدش هيقول لك دي مسكينه جدا، دي جميله، دي كل ذنبها في الحياه انها عايشه معايا. اول واحد بشوفه وهي اول واحد بيشوف. فاهلا باحلى ضحكه. دلع نفسي. دي مش نرجسية، لا، بس يعني انت تعطف مع حد يعني بقى. حلو جدا. بص، على حسب. رايحة فين؟ رايحة فين؟ لا مش كده، مش الدرجة دي، بس على حسب المايند سيت اللي انا فيها دلوقتي والاصوات اللي في دماغي في اللحظة دي. يعني احيانا بشوف ياسمين قوية وجراوندد وعارفة هي عايزة ايه، وأحيانا بشوف لأ ياسمين depressed وضعيفة ومشتتة وتايهة. أحيانا بشوف نفسي بفخر، بعين الفخر. أحيانا بشوف نفسي بعين جلادة شوية. حسب بقى أنا في أنهي مايند ستيت، حسب حالتي. حسب الأصوات اللي جوايا ايه اللي مسيطر عليها. يعني بشوف ناس كتير في المراية. حاجة محدش يعرفها عني. الحلو ان احنا بناخد وقت قبل ما نوصف السؤال ونترجمه وما نطلع اكسبريشن، بس بيطلع حلو. حاسة انها كله بيدور على السلف اكسبريشن. ان البنت دي بتحاول تقول انه انا هنا وانا رنا، وعندي الحاجات الخاصة برنا اللي مش محتاجة تعديل، او مش محتاجة. هي بتحاول تلاقي نفسها، او بتحاول تبقى aligned اكتر مع نفسها، وتقول انه هي انا رنا من غير بس نقطة. يعني مش محتاجة اعمل حاجات، مش محتاجة ابقى في شكل معين، مش محتاجة ابقى في اكسبكتيشنز معينة. ايه مجردة. ايوه، يعني انا رنا بصفاتي بشخصيتي مش محتاجة تتغير. فانا حاسة انه لما افتكرت الصور كده بالترتيب، هي طول الوقت كانت بتحاول انها تفت مع expectations ومع شكل معين للبنت، وما تحس دايما في حاجة مش مريحاها. فتحاول تدور على او تطلع بره البوكس. بتحاول تدور على البوكس اللي بيماتش هي البيرسوناليتي بتاعتها. هي مش تدخل في بوكس بتاعت ناس تانية عشان تفت. لا، هي بتحاول تدور على السبيس بتاعها هي، على
اكتر حاجات بتحس انها قريبه منها، aligned معاها، تعرف نفسها اكتر، تقول انا هنا باشكال مختلفه. مره كانت بتقول انا هنا بشعرها، لما قررت انها تبتدي تعمل شعرها كريلي كانت بتقول ان هي هنا. مره عشان كده قلت لك الحاجات بتأثر معايا قوي، انه انا ده كانت way of self expression. طب انا دلوقتي هعبر عن نفسي بايه؟ ففي كل مره هي بتحاول تدور على اكتر مكان تفيد فيه من غير ما تضطر انها تتنازل عن حاجات تانية. فممكن ده اكتر حاجه هي بتحاول تعمل. في صورة قديمة ليكي بتحسي إن هي بتحكي حكاية محدش يعرفها؟ مرة خدت كلبي ورحنا قعدنا في جنينة وهو قاعد يلعب وأنا بعيط بس، لحد ما في لحظة كده وقفت مع نفسي وقلت كفاية عياط، أنا مش بوصل لحاجة. في اللحظة دي مسكت موبايلي وصورت سيلفي وبصيت لنفسي وقلت كفاية، هنبدأ ندور على حل. ففي اللحظة دي خدت الصورة عشان أفضل أفتكر اللحظة دي. أنا كنت حطاها فترة بروفايل لحد ما في حد وقت ما غيرتها حد بعت لي قال لي ما غيرتيها ليه؟ الصورة دي كانت حلوة جدا. فقلت له بجد إيه اللي عجبك فيها؟ قال لي نظرة عينيكي. فقلت له أنت عارف إن أنا في اللحظة دي أنا كنت بعيط قبلها كتير جدا. فقال لي مستحيل. قد إيه نظرة العين كل ما كانت حقيقية كل ما كان فيها قوة، الحقيقة قوة. فدي الصورة اللي محدش عارف كان وراها ايه بس انا عارفة. في صورة ليا وانا صغير. كان اخويا بيقعد يلبسني حاجات كده، بنعمل اكننا كاستمز بس من غير كاستمز، يعني يجيب مثلا غطا الطشت ومش عارفه عصايه او بتاع وانا كده صلاح الدين، تيشيرت كوره كده وانا كده حازم امام. ففي صوره انا فاكرها كويس قوي، كنا لابسين فعلا صلاح الدين، لابس حاجه على دماغي ورابطها مش عارفه ايه، ومنزل شوكه من هنا كده اكنها الخوذه، وماسك حاجه في ايدي غطا مش عارف غطا تيشيرت باين غطا حاجه زي كده، وحاجه من كده اكنها سيف. الصوره دي على قد ما هي فاني جدا بس ممكن بتفكرني بنفسي زمان، قد ايه الواحد كان عاش طفوله الحمد لله كلها حماس. اخويا كان جزء كبير من الطفوله دي، علمني حاجات ما كنتش هتعلمها من حد تاني غير منه. الواحد ما كانش بيفكر في حاجه، الواحد كان بس مبسوط، كان بس بيعبر عن نفسه، كان بس بيحاول يبقى fun as much as possible. فدي اكتر حاجه ممكن صوره انا فاكرها وانا صغير وبتفكرني باحاسيس جميله قوي الواحد نفسه يرجع لها فعلا. في صورة قديمة ليك بتحس إن هي بتحكي حكاية محدش يعرفها؟ أيوه حلوة التنيدة دي. في صور كنت لابس دبدوب وقاعد على ترابيزه كده في المشايه بتاعه بورتو السخن. اما كنت شغال انيميشن كنت بلبس كوستيوم وبرقص، شغلتي بلبس كوستيوم وارقص مع الاطفال الصغيره. والطفل المصري طبعا مما لا شك فيه اذكى طفل في العالم، اذكى طفل في العالم عفوا، اللي هو كان دايما عايز يعني يكتشف ايه الفيزيك ثيري اللي هتظهر لما يشد الديل بتاعي هيحصل ايه من الناحيه الثانيه. اقسم بالله ما شافوش ربايه بربع جنيه. الطفل المصري الديفولت سيستم بتاعته بجد وانا اولهم كلاحه، غتاتة غير مبرره، عدوانيه قذره، عايز ياخد قلمين على وشه فوق التربيه اللي هو اترباها. ده الطفل المصري بالنسبه لي حتى الان يعني، والا من رحم ربي اكيد في اطفال كويسه وانا اشك في ده. فعشت فتره مؤسفه، شغلانه مرعبه على فكره. 18 ساعه انت جوه البتاع ده، 18 ساعه لاح، ففي فرن جوه، ده اختبار. فما كمان بتبقى بتتعامل وايه بقى، انت الدبدوب اللي انت لابسه وشه بيضحك، فانا من جوه الدبدوب بزغد العيال كده غوري يالا ده انت رخم ومش عارف ايه، وانا بس الكوستيوم مبين له في وشي ان انا بضحك، فهو فاكرني بهزر مع ابن البجحين. لا مش عايز، انا ما اعرفش ليه افتكرت العيال يعني، بس انا عندي تروماتايز من الموضوع ده. بس الصوره اللي افتكرتها اللي انا كنت لابس فيها كوستيوم وقاعد بريح فرافع نص الوش بتاع دوت، وهبعتها لك والله العظيم هبعتها لك.
والصوره دي اللي افتكرتها حالا، انا والله اتذكر اني كنت في السرحه دي بقول هتيجي يا عص، فانت هتشوف الصوره هتفهم. انا قاعد مفرهد عامل كده اهو ورافع نص بتاع ده عشان اخد نفسي، والله العظيم انا فاكر اللحظه دي، انا كنت وانا بتصور اللي بقول فيها جايه هتيجي يا عص ان شاء الله هتيجي. في صورة قديمة ليكي بتحسي إن هي بتحكي حكاية محدش يعرفها؟ بص والله هو لسه اصلا هقول لك، هو في صوره تحكي حكايه مش محدش يعرفها، انا معرفهاش. دي حاجه هقول لك افهمك، عشان الموضوع ده لسه حاصل قريب. انا كنت عند الثيرابيست بتاعتي، فكانت بتعملي حاجه كده اللي هو تايم لاين ثيرابي، ان هي كانت طالبه مني ان انا اكتب عن ياسمين في كل 7 سنين من حياتها. يعني اول 7 سنين دي مرحله اكتب عنها، تاني 7 سنين، تالت 7 سنين لحد دلوقتي. ففي حقبه كده، في 7 سنين كده انا مش فاكراها تماما، مش فاكره شكل ياسمين، مش فاكره مشاعرها، مش فاكراها، ديسكونكتد. انا اللي فاهماه انه احيانا العقل انت طبعا مفيش حاجه بتنساها، كله متخزن في اللاواعي، بس احيانا العقل عشان يحميك من البين او الالم من مرحله معينه او من حاجه معينه بيخليك تنساها، تبقى ديسكونكتد عن الشعور بتاعها عشان يحميك من الالم. فانا اعتقد انه ده السبب يعني. بس فعلا في فتره مش شايفاها، مش شايفه ياسمين. بعدها بقى على طول لقيت اخويا باعت لي صوره لاقاها كده ليا في الفتره دي. انا فعلا ببص لها لسه، والله لسه ببعتها ببص لها، ايه ده دول بتحكي حاجه محدش عارفها، انا فعلا مش عارفه الفتره دي. احنا ممكن ناخد الصورة دي نحطها في الفيديو كده يعني، واحنا نسأل السؤال. فرق والله العظيم. استنى والله، طب هوريها لك عشان لسه ما بعتها. افتحها اوريها. ماشي. اوريها لك انت ماشي، زي معفنه فعلا. ومش فاكره ياسمين مين دي وايه ايه شعورها وافكارها، وكانت ايه احتياجاتها. ده انت بس دلوقتي ماشي. انا اللي فوق اللي فاتحه مدافعين بلا فوق ده بجد. مين دي بجد؟ لا مش هنعرضها خلاص، مش هنعرضها خلاص. بس فدي صورة بتحكي حكاية أنا ما أعرفهاش الصراحة. إن شاء الله هبحث وهديك ديب وهعرف يعني. بقولك، هل بتحسي أوقات إنك بعيدة عن نفسك؟ مؤخرا بدأت ألقطها كده يعني، إنه بالذات بعد ما سبت شغل فول تايم، بقيت خلاص مينلي الكوتشنج. أنا ده الحاجة الرئيسية بتاع الدخل، فبقى في مخاوف بقى ضربت في وشي كده، فلقيت نفسي بتحرك من بره قوي يعني، من الدوينج قوي، انه لازم اعمل ده لازم اعمل ده، لوازم بقى، حطيت على نفسي لوازم كتير وكأن ده لو ما اتحققش انا خلاص هقع بقى. فكان وقتها لازم ان انا اقف على حاجه مش متغيره، مش اللي هو لو وصلت لده او حققت ده فانا تمام، ما حققتوش فانا وقعت. فرجعت للبوصله تاني بقى، فبقيت فاهمه الفرق ما بين انك تتحرك من البينج للدوينج او من الدوينج للبينج. يعني من في الاول كنت بتحرك من الدوينج، اعمل كتير قوي عشان ابقى تمام، طب لو ما عملتش فانا مش تمام، فنقعد بقى بريك داون. ففكره انك تقف على ارض صلبه من خلال يبقى عندك بصيرتك، هو انت الواي بتاعتك ايه اصلا، ايه القيم اللي بتحركك، علاقتك بربنا دي لما بتتحسن. اصل هو يعني هو انت بحس بخوف قوي، في حاجات بره الكنترول، انت مش عارف الحاجه دي هتنجح ولا لا، في حاجات كتير انت مالكش سيطره عليها. فهنا بقى علاقتك بربنا لو متظبطه فتحس بامان قوي، يا رب انا توكلت عليك في الحته دي خلاص، فقادر انك تلوس كنترول. فعشان كده انا بحس ان انا علاقتي بربنا لما بتتلخلخ كده او بتقع، كل حاجه بتقع او مخاوف بتضرب في وشي، بحس ان انا بقى شايله كل حاجه انا بس. ففكره علاقتك بربنا
مع انك تبقى فاهم الواي وايه دي كلها بتعمل بوصله كده او ريفرنس كانها شجره جذورها ماسكه في الارض. فلو حصل حاجه بره انت ستيل تمام. قلقان بتوتر بس ستيل واقف على الارض صلبه. هل بتحس اوقات انك بعيد عن نفسك؟ بعيد عن نفسي قصدك ايه؟ طيب بعيد عن نفسي يعني مش يعني ممكن تكون مثلا مش فاهم نفسك كويس مثلا، مش قريب من نفسك، بتجلد نفسك مثلا جامد، ما بتعرفش على المشاكل اللي عندك فبتحاول تحلها. او كل واحد بيترجم السؤال على فاهم على حسب احساسه، يعني ساعات بيبقى ليه ابعاد مختلفه، بس كل واحد يعني من ميزه البرنامج ان كل الناس بتجاوب اسئله مختلفه. مفيش بص لو يعني كويس انت نورت دماغي في حاجه. فعلا الواحد ساعات اكتر وقت بحس فيه ان انا فعلا بعيد عن نفسي هو لما اكتشف حاجه هي كانت موجوده طول الوقت في دماغي، بس انت اول مره تاخد بالك ان دي موجوده فعلا. ده انا كده فعلا. يعني لما كنت لسه بقول لك من شويه الواحد كان فاكر ان هو بيتعامل كويس وعارف هو بيتعامل ازاي وكده، بس مثلا لما اتجوزت ولما ارتبطت اكتشفت ان مراتي كانت مرايتي في حاجات. ايه ده انا ازاي بتعامل بالشكل ده؟ او ايه ده انا ازاي عصبي كده؟ او ايه ده انا ازاي ممكن اكون اجريسيف في بعض الحاجات كده؟ فبترجع بقى ترفلكت على حياتك كلها. ايه ده يا نهار ابيض، يعني ايه ده انا في ناس كتير قوي استحملتني في حياتي. ايه ده انا في ناس كتير قوي محتاجه اعتذر لها على طريقتي كل اللي فاتت دي، ان انا كنت فاكر نفسي تمام وانا مش تمام. فالاوقات اللي زي دي بتبقى اكتشاف واويرنس غير طبيعي لنفسك، وبتحس ان انت لا هو انت مش مهما فهمت عن نفسك ومهما اكتشفت حاجات عن نفسك، لا لسه في حاجات انت محتاج تعرفها، ولسه في حاجات انت محتاج تشوفها، ولسه في حاجات انت محتاج تطورها، والرحله دي مش تخلص. يعني دايما مهما عرفت انت ما جبتش الديب من ديله، وانت مش اجمد واحد فاهم الدنيا، وانت مش اجمد واحد فاهم نفسك، وانت مش اجمد واحد عارف انت بتعمل ايه. لا هو انت في الاخر ماشي بتوفيق ربنا. انت يعني حرفيا كلنا على الله. ده حقيقي. انت ماشي بتوفيق ربنا وعارف حبه حاجات عن نفسك الحمد لله اللي احنا عارفينها والحمد لله احنا ماشيين بيها. بس لا انت في رحله مستمره، ودايما خليك متواضع ان انت لسه مش عارف كل حاجه عن نفسك، ان انت لسه مش اشطر حد في كل حاجه، انت لسه في حاجات كتير قوي ممكن تتعلمها، في حاجات كتير قوي ممكن تعرفها. فانت لا يعني خليك في رحله الاكتشاف دي، وخليك متواضع ان انت دايما تكتشف. هو انا لسه بتعرف على نفسي لسه من قريب، يعني من 2 3 كده لسه بدات اتعرف على حسام، اعرف هو مين ده، واعرف هو بيعمل ايه، واعرف ايه الالام بتاعته كويس، اشخص هو ايه. فتشخصت انا على ايد اقوى يعني فاهم رجال العلم في مجال الصحه النفسيه as a borderline personality disorder. ودي حاجه انا اول مره اقولها في اي حته يعني، بس هقولها لهدوء المناخ والاطمئناني وانا قاعد معاك. ده هيشوفوا ملايين بس انا قاعد معاك انت. انا مشخص باضطراب الشخصيه الحديه، واضطراب الشخصيه الحديه ده هو احد اعنف الاضطرابات النفسيه المتعلقه بالمشاعر. السنسيتيفيتي عندنا تصل الى اني مترجم الايموشنال انتليجنس والبودي لانجوج بتاعت الشخص اللي واقف ورا الكاميرا بعيد اهو وهو مش داريان بينا ولا احنا سامعينه قوي ولا هو سامعنا قوي. عندي قدره على ان انا احس وافترض 3 4 سيناريوهات للحاجه اللي بعملها معاك هتحس انت فيها ايه. الاستجابه للشغف عندي لاقصى حد، لدرجه اني ممكن انقل من بلد لبلد فجاه عشان شعور معين في دماغي اني هحس الحاجه دي هتبقى احلى والبلد دي هتبقى احلى والشغل هناك هيبقى احلى. وده حصل اما قررت اروح السعوديه فجاه، رحت قعدت 4 شهور رجعت فجاه. فقيس بقى ده في الحاجات البوزيتيف وفي الحاجات النيجاتيف. هو اضطراب مؤلم ومجهد ومهلك قوي، لان ما ينفعش زبادي يجي يحكي لي مشكله عنه ونمشي نروح وانا طول الليل ما البسش فعلا زبادي كده، البسه كله على بعضه بمشاعره كلها واقعد واحاول افكر انت ممكن تكون حاسس بايه دلوقتي. فاكلمك فجاه في التليفون لو حاسس كذا 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 خلي بالك بص قصادها في كذا كذا. بنشغل بحياه اي حد، حد لسه شايفه صدفه. في واحد نزلت من البيت الله يسامحه ويكرمه ويوسع رزقه يا رب، علي وزدان، كان مره اهزر معايا وباين عنوان العماره بتاعتي فخلاص انا بقيت مزار بقى فاهم، بقيت مقام ابو هيكل فاي حد بقى عايز يوصل لي بقى يجي عند البيت.
اتذكر حد نزلت رايح الشغل، واحد خلاص كنت اتعودت بقى، الناس بقى عارف انت في ناس بتيجي لوحدها كده وفي ناس تيجي تخبط الساعه 1 بالليل. انا قلت اقعد معاك شويه تلاقي زهق، ايه انا يا ابني انت في التعبيط هنا. المهم نزلت لقيت شخص بيقول لي يا حسام انا عايزك معايا ضروري، انا وخطوبتي بتبوظ وعم العروسه عارفك وبتاع، ولا خالها باين وقتها مش عارف بيعرفك وهو اللي موقف الجوازه، فانا عايزك تتوسط معانا ومش عارف ايه، بس ممكن تيجي معايا بس العربيه. قلت له طب انا رايح الشغل، مش انا خطيبتي معايا بس سلم عليها بس وطمنها انك هتساعدنا ان شاء الله. مش رحت الاتنين بدأوا يحكوا لي فاهم، اتأثرت قوي. كنت بقول لك ايه، وصلني عند خالها دلوقتي. رحت الراجل الشغل وقعدت معاه، سبت شغلي انا بقى ولقيت ميتنج شغال، رحت قعدت معاه واتغديت معاه، وبالليل كانوا عاملين عشوه في بيت خالها ده والدنيا اتلمت تاني مش عارف. فانا ما بعرفش انك تيجي ترمي لي بق كده وتمشي، انا زهقان. هكلمك كمان ساعتين اسالك هو الزهق ايه؟ لإيه من ايه؟ ايه التريجر اللي خلى ده زهق؟ ولو حاجه له علاقه بامور نفسيه متعلقه مثلا بزعلك من حد بتحبه، متعلقه بخوفك على حد بتحبه، هتلاقيني انا من غير ما ارجع لك بوصل له احل معاه واجيبه لك جاهز. انا بتاثر جدا هو ده يعني ايموشنال، الايموشن سيستم بتاع الشخص اللي عنده اضطراب شخصيه حديه انضج واطهر وانقى ايموشنال سيستم في الارض، بيحس كل حاجه على مقاسها اللي مصاب بهذا الاضطراب. ده الجانب الجميل اللي فيه، بس الجانب المظلم اللي فيه انك بتتاثر باي حاجه بتحسها. فلو وحشه انت ما بتزعلش زي الناس. لا انا بسودها، بجيب ظروفها سواد فاهم. هتفائل، هتبقى بص فاهم 4 دبابات جايه في وشي وانا العسكري اللي بيتكلموا عن حرب اكتوبر معايا اربجه وداخل يلا ادم متفائل. ف ده اللي بعرفه عني الفترة الأخيرة بعد ما اتشخصت عشان أعرف أمانج ده إزاي. يعني هل في وقت كده معين بتحس انك بعيد عن نفسك؟ طبعا يعني زي ما كنت بقولك في الأول، فكرة إن أنا إمتى ببقى ديسكونكتد عن نفسي إمتى ببقى كونكتد. أوقات كتير لما بحس إن أنا ديسكونكتد عن مشاعري عن نفسي، ممكن تبقى أكتر لما ببقى وسط ناس أنا مش بنتمي ليهم، بس بالعافية عايزة أكون بنتمي ليهم، عايزة بالعافية أكون بفت إن. طبعا كل بني آدم عشان يحمي نفسه من الرفض وكده ويبقى دايما بيحصل على القبول والحب، بيضطر يلبس ماسكات وشوش مش وشوشه عشان يفت إنز. فبص الحمد لله دلوقتي بقولك أنا الحمد لله بحاول إن أنا ألقط نفسي وأبعد عن ده، بس طبعا قعدت كتير قوي من حياتي بلاقي نفسي أنا مش مدركة إن أنا بلبس وشوش عشان أفت إن، وطبعا الأوقات دي ببقى تماما بعيدة عن نفسي. كل ما بتخلع الماسكات دي وتفهم وتعرف نفسك أكتر، تتقبلها زي ما هي وتفرض نفسك على الآخرين، هو ده أنا، ده أنت بتقرب من نفسك أكتر. اوكي. هي بتيجي كده يعني.